احذر يا مرسي من ثورة الشطافات. لقد انطلقت بالفعل الشرارة الأولى لثورة الشطافات من بعد ما النور بدأ يقطع علشان المواتير بتاعت المية. صحيت على الساعة 11 بالليل. انتوا عارفين الواحد بينتخ في رمضان، انتخت حيوان الدب الكسول في الشتاء. المهم لقيت نفسي عرقان جدا مع اني نايم في التكييف. قلت اقوم اظبط نفسي في الحمام واخد دش، شكل التكييف بايظ. واذ اني افتح باب الحمام الاقي امي بتندهلي تقولي خد معاك ازازة مية وكشاف. المية والنور مقطوعين. طبعا انا من الناس اللي بتخاف من العفاريت اللي بيطلعوا في الحمام من وانا صغير، معرفش ليه. خدتلي جيركن مية ومعقبال ما لقيت الكشاف كان فيها ربع ساعة ودخلت، ويا ريتني ما دخلت. الظلام الدامس. يعني ايه دامس؟ مش عارف. المهم قمت منور الكشاف وانا طبعا مقلق. ظبطت الدنيا ووجهت الكشاف على الحمام كله وحطيت فوق شويه كده يعني. طبعا انا قاعد بقى اسب والعن في مرسي ووزير الطاقه ووزير الري. فجاه لقيت ظل على الحيطه، اترعبت. قمت قايل بصوت عالي يا لهوتا اهدأ يا ابن العزيز ومرسى. اهدأ يا هشام يا ابن الحاج وطني، تريث قليلا. انت مين؟ انا عالم فيزياء زي فاروق الباز وزويل يعني. انقطاع الكهرباء يا ابن العزيز سببه هو النظام القديم. انت اخوانجي ولا ايه يا عم؟ استمع الي في صمت حتى انتهي واعطيني فرصتي. طب كمل، اقعد بقى اقول مبررات، ما انت طلعت معاهم يا معلم. أحمال مصر ككل من الكهرباء 23 جيجا وات، بينما البنية الأساسية الموجودة بتشيل أحمال لحد 18 جيجا وات، يعني في عجز 5 جيجا وات يا أبو هشام يا وطني. الأحمال بتزيد في الصيف سنويا بسبب ازدياد عدد التكييفات. الحل طبعا بناء محطات جديدة، بس المحطة الواحدة بتاخد من 4 إلى 5 سنوات. مشكلة ازدياد الأحمال بدأنا نحس بيها في 2011، لكن نظام مبارك لم يبادر بإنشاء محطات جديدة. لو ابتدينا نعمل محطات جديدة النهاردة هتخلص على 2016. ايه يا عم الكلام ده؟ طيب والحل؟ للأسف مفيش غير الرولينج بلاك اوت، لا مؤاخذة، اللي هو قطع الكهرباء بالتناوب. ببساطة أجهزة التوليد بتتحرق بسبب زيادة الأحمال، وساعتها نبقى خسرنا المحطات كلها، وممكن يحصل زي ما حصل في الهند، بقية المحطات تتأثر وتبدأ في الخروج من الشبكة ويحصل كومبليت بلاك اوت. طيب هما بيقفلوا علينا ازاي كده كل واحد شوية كده يا معلم؟ في حاجة اسمها مركز التحكم، بيعمل مونيتورنج لشبكة كهرباء مصر بحالها، وعلى أساس المعلومات بتاعته بيتم قطع الكهرباء. كل ده وارد الحدوث في أي مكان في الدنيا، لكن المشكلة في مصر إن ما عندناش عدالة في التوزيع. المؤاخذة رولينج بلاك اوت. طبعا بيتم مجاملة الأحياء الغنية عن الفقيرة. يعني أنا صح ومرساه هو السبب؟ ها قول لي بس. أيوة سياسيا أيوة، وحله هو قام النور جه فجأة واختفت الموسيقى التصويرية والعفريت الإخواني مشي. قمت مكمل استحمام وانا مش فاهم اي حاجة من اللي هو قاله، وقلت في سري بهدوء وراحة نفس ومرساه. هذه القصة من وحي خيال المؤلف، عشان لو كانت حقيقية كان زماني قاطع خلف. هشام وطني.